اسلمك يا ابني. ينفع كده يا حاج تتعب وما ترنش عليا وكمان تروح للدكتور لوحدك؟ الله يكون في عونك يا ابني، انت هتعمل ايه ولا ايه بس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ ده انا ماليش غيرك في الدنيا. ربنا يخليك لنا يا حبيبي. ويخليك لنا يا حاج. المهم الدكتور قال لك ايه؟ ما قاليش حاجه، دول شويه تعب بساط، والدكتور قال لي ارتاح وهتبقى كويس. لا يا أحمد. الدكتور قال لبابا انت لازم تاخد حقنتين، والحقنتين دول غاليين قوي. ليه يا ابني؟ قلت له هو اخوك ناقص؟ ايه يا حاج الكلام ده؟ انت عارف ان انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان تقوم لنا بالسلامه. كفايه يا ابني اللي انت فيه. لما اشتكي لك يا حاج يبقى اتكلم. المهم الدكتور قال لك انت هتاخد الحقن ديت امتى وسعرهم كام؟ الدكتور قال ان محتاجهم ضروري بكره، والواحده ب2500. ما تحملش هم يا حاج، ان شاء الله هيكونوا جاهزين قبل ميعادهم. منين يا ابني؟ واللي جاي على قد اللي رايح. ما تشغلش بالك انت بس يا حاج، ان شاء الله ربنا هيحلها من عنده. ازيك يا حمو، عامل ايه؟ الله يسلمك يا عم محمود، اتفضل. امال احمد فين؟ هو